منتصر، نعم. كيف حالك؟ الحمد لله. ايش تقول للمشاهدين في بداية المقطع؟ حفظكم الله وانشروا المقطع لتعم الفائدة. ما شاء الله. طيب يا منتصر، اليوم جهزنا لك 100 سؤال من السيرة النبوية العطرة، جاهز انك تجاوب عليها؟ جاهز بفضل الله. طيب السؤال الأول يقول: ما هو اسم عبد المطلب الحقيقي؟ اسمه شيبة. ولماذا سمي بهذا الاسم؟ لأنه ولد في رأسه شيبة. ولماذا لقب بعبد المطلب؟ عندما أتى به عمه المطلب من عند أخواله في يثرب، ظنت قريش أنه عبد للمطلب فسموه عبد المطلب. من هو زعيم رحلتا الشتاء والصيف؟ هاشم بن عبد مناف جد رسول الله. إلى أين كانت رحلة قريش في الشتاء؟ إلى اليمن. وإلى أين كانت رحلتهم في الصيف؟ إلى الشام. أين توفي هاشم بن عبد مناف؟ توفي في غزة العزة في فلسطين. وعلى ذكرهم ندعو لإخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في فلسطين. آمين. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. آمين. اللهم ثبت أقدامهم. آمين. واربط على قلوبهم. آمين. وانصرهم على أعدائك وأعدائهم. آمين. اللهم لم شعثهم واجبر كسرهم. آمين. ووحد صفهم. آمين. اللهم داوي جرحاهم. آمين. واشفي مرضاهم. آمين. وتقبل شهداءهم. آمين. اللهم من يريد بهم أو بإسلامنا سوءا فاشغله بنفسه. ورد كيده في نحره. واجعل تدبيره تدبيرا عليه يا رب العالمين. اللهم اجعل معونتك العظمى لهم سندا. اللهم إن استودعناك أهلنا في غزة فلا تكلهم إلى أنفسهم أو إلى أحد من خلقك طرفة عين. وكلهم إليك وحدك لا شريك لك يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد. طيب يا منصر، من الذي حفر بئر زمزم؟ عبد المطلب. وكيف عرف مكان البئر وهو مدفون بالتراب؟ رأى رؤيا في المنام عن مكان البئر. وماذا فعل عندما عرف مكان البئر؟ أخبر قريش ولكنهم رفضوا حفر البئر. لماذا رفضت قريش حفر البئر؟ لأنه يقع بين صنمين من الأصنام التي تعبدها قريش. وماذا فعل عبد المطلب عندما رفضت قريش حفر البئر؟ نذر لله إن وهبتني 10 من الأولاد وحفرنا البئر لأذبحن أحد أولادي قربانا. وهل قبلت دعوته؟ نعم. وهل وفى بنذره؟ نعم أراد ذلك وعمل القرعة بين أبنائه. وعلى من وقعت القرعة ليتم ذبحه؟ على عبد الله والد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهل قام عبد المطلب بذبح ابنه عبد الله عندما وقعت عليه القرعة؟ لا، فقد منعوه أهل مكة حتى لا تكون سنة بين الناس. وماذا فعل عوضا عن ذبحه؟ فداه ب100 من الإبل. بمن زوج عبد المطلب ابنه عبد الله؟ بآمنة بنت وهب. وكم كان عمر عبد الله عندما تزوج؟ 18 عاما. وكم كان عمر آمنة عندما تزوجت؟ 14 أو 16 عاما. أين توفي عبد الله والد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ عند أخواله في يثرب. عندما توفي عبد الله كم كان قد مضى على زواجه؟ 7 أشهر. ما الرؤيا التي رأتها آمنة بنت وهب عندما حملت برسول الله؟ عود سهل. ما الرؤيا التي رأتها آمنة بنت وهب عندما حملت برسول الله؟ تقول آمنة هتف هاتفا في أذني وأنا بين النوم واليقظان بعد وفاة زوجي ب2 يا آمنة قد حملت بسيد هذه الأمة ونبيها فإذا ولدته فسميه محمدا. ما الرؤيا التي رآها عبد المطلب تبشره بمولد نبي من ذريته؟ رأى سلسلة من فضة تخرج من ظهره وتصعد إلى السماء ثم تعود إلى شجرة خضراء لها غصون ولها ظل فجاء جميع الخلق وتعلقوا بها. ما هو الحدث العظيم الذي سبق مولد رسول الله ب50 يوما؟
غزو أبرهة الأشرم على مكة المكرمة لهدم الكعبة. ولماذا أراد أبرهة هدم الكعبة؟ يريد من الناس أن يحجوا إلى الكعبة المزعومة التي بناها في اليمن. وهل تصدى له أحد من قبائل العرب؟ لا، فقد فروا إلى الجبال. وهل استطاع أبرهة هدم الكعبة؟ لا، فقد أرسل الله عليه وعلى جيشه طيرا أبابيل. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. متى ولد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ولد في عام الفيل سنة 571 ميلادي. من هي التي حضرت مع آمنة بنت وهب عند ولادتها لرسول الله؟ الصحابية شفاء أم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما. ماذا قالت شفاء رضي الله عنها وهي تصف مولد رسول الله؟ قالت: نزل معتمدا على كفيه وركبتيه. ثم ماذا قالت رضي الله عنها؟ قالت: نزل ساجدا ينظر بطرف عينه إلى السماء كالمتضرع لله. ثم ماذا قالت رضي الله عنها؟ قالت: فحملته ونظرت إلى وجهه وإذا به كالقمر ليلة البدر. ثم ماذا قالت رضي الله عنها؟ قالت: فأردت أن أصنع له ما يصنع للمولود فإذا به مقطوع السرة مختونا طيبا. ثم ماذا قالت رضي الله عنها؟ قالت: ولد مكحل العينين وريحه المسك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من هي أول مرضعة لرسول الله؟ ثويبة مولاة أبي لهب. ما هي قصة ثويبة يوم مولد رسول الله؟ هي جارية أبي لهب، وعندما بشرته بمولد ابن أخيه أعتقها. فهل تعتبر ثويبة أم رسول الله؟ نعم، هي أمه من الرضاعة. وهل أرضعته أمه آمنة؟ نعم، أرضعته. من هي التي أرضعت رسول الله حولين كاملين؟ أمه من الرضاعة حليمة السعدية رضي الله عنها. تقول رضي الله عنها، فهل أسلمت؟ نعم، أسلمت بفضل الله عليها. وماذا قال لها عبد المطلب عندما أتت لتحمل رسول الله؟ سألها عن اسمها، قالت: حليمة السعدية، فقال لها مادحا: بخن بخن حلما وسعد. ومن أتى معها من ديار بني سعد؟ زوجها وابنها الرضيع عبد الله. وعلى ماذا كانت تركب من الدواب في طريقها إلى مكة؟ تركب أنثى الحمار، وكانت هزيلة، وكانت في آخر القافلة. وكيف كانت دابتها عند عودتهم إلى ديارهم؟ كانت تسبق القافلة ببركة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكيف كانت رضاعتها لولدها قبل أن ترضع رسول الله؟ كان حليبها لا يكفي ولدها، ثم أصبح يكفي رسول الله وولدها ببركة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكيف كانت رحلة بني سعد عند عودتهم إلى ديارهم؟ كانت تظلهم غمامة طوال الطريق. وهل أنكر الغمامة التي تظلهم أحدا من الناس؟ نعم، رأوهم أحبار اليهود وقالوا إن هذه الغمامة لا تظل إلا نبي. من هم أحبار اليهود؟ الأحبار هم علماء اليهود. فماذا فعل الأحبار بعدما رأوا الغمامة تظل القافلة؟ تنكروا على هيئة عرافين وانتظروهم في سوق عكار. وماذا قالوا لحليمة عندما عرضت رسول الله عليهم ظنا منها أنهم عرافين؟ سألوها: هل هو يتيم؟ فخافت منهم وقالت: بل هذا أبوه، تقصد زوجها. وعلى ماذا يدل سؤالهم؟ يدل أنهم يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. ثم ماذا قال الحبر لبني سعد؟ قال: اقتلوا هذا الصبي فوالله لا يبدلن دينكم. لماذا سأل الحبر اليهودي عن يتم رسول الله؟ لأن
ولد يتيم الأب. ولو قالت لهم أنه يتيم ما الذي كانوا ينوون فعله؟ قال الحبر: والله لو قالت إنه يتيما لقتلته، فإن نبي آخر الزمان يكون يتيما. وما الذي حل على ديار بني سعد عند وصول القافلة ومعهم رسول الله؟ حلت عليهم البركة من الله، فقد كانوا في قحط وتبدل حالهم إلى خير. فكيف كان نمو سيد الخلق محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قالت أمه حليمة: إنه يشب في اليوم كما يشب غيره في شهر. وعندما أعادت حليمة رسول الله إلى أهله في مكة كم كان عمره؟ 4 أو 5 سنوات. وعندما توفت أمه آمنة كم كان عمره؟ 6 سنوات. ومن كفله بعد وفاة أمه آمنة؟ جده عبد المطلب. وعند وفاة جده عبد المطلب كم كان عمره؟ 8 سنوات. ومن كفله بعد وفاة جده عبد المطلب؟ عمه أبو طالب. وماذا كان يعمل رسول الله في صباه؟ كان يرعى الغنم. وماذا كان يعمل عندما أصبح شابا؟ كان يعمل في التجارة. وكم كان عمر رسول الله عندما تزوج خديجة بنت خويلد؟ 25 عام. وكم كان عمر خديجة بنت خويلد عند زواجها برسول الله؟ 40 عام. أين يلتقي نسب رسول الله مع نسب خديجة بنت خويلد؟ يلتقي في جده قصي بن كلاب. وكم عدد بنات رسول الله؟ 4 بنات: زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، وهم من خديجة رضي الله عنهم جميعا. وكم عدد أولاده من خديجة رضي الله عنها؟ 2: القاسم وعبد الله، وماتوا أطفالا في سن الرضاعة. وهل له أبناء آخرون من غير خديجة؟ نعم، إبراهيم، وهو من ماريه القطبية ومات رضيعا. من ولد من أبنائه قبل البعثة ومن ولد بعدها؟ جميع أبنائه وبناته ولدوا قبل البعثة إلا عبد الله وإبراهيم. من الذي وضع الحجر الأسود في الكعبة بعد ترميمها قبل الإسلام؟ عندما اختلفوا اختارت قريش رسول الله ليضعها. بماذا اشتهر رسول الله في تجارته؟ بالصدقه وأمانته. وبماذا اشتهر أيضا؟ بالبركة في الأرباح. وبماذا اشتهر أيضا؟ تظله غمامة لا تفارقه حتى عودته إلى بيته. وبماذا كان يلقب قبل البعثة؟ بالصادق الأمين. وما هي كنيته؟ أبا القاسم. وكم كان عمره عندما بعث؟ 40 عاما. وما هو اسم الغار الذي كان يتعبد فيه رسول الله؟ غار حراء. وكم استمرت الدعوة السرية في بداية الإسلام؟ 3 سنوات. ومن أول من أسلم من الرجال؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ومن أول من أسلم من الصبيان؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ومن أول من أسلمت من النساء؟ خديجة رضي الله عنها. ومن أول من أسلم من أعمام رسول الله؟ حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. إلى أين صعد رسول الله لينادي في الناس عند الجهر بالدعوة؟ إلى جبل الصفاء. إلى أين كانت هجرة المسلمين الأولى؟ إلى الحبشة. من الذي تكلم باسم المسلمين أمام ملك الحبشة عند مناظرة مشركين قريش؟ جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. كم مكث رسول الله في مكة يدعو الناس للإسلام قبل هجرته إلى المدينة؟ 13 عام. ما هو الغار الذي اختبأ فيه رسول الله وأبي بكر الصديق من كفار قريش عند هجرتهم إلى المدينة؟ غار ثور. ما هي أول صلاة صلاها رسول الله؟ صلاة الظهر. من هي أكرم النساء نسبا؟ فاطمة بنت محمد، أبوها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأمها خديجة بنت خويلد أم المؤمنين، وزوجها علي بن أبي طالب رابع الخلفاء الراشدين، وأبنائها الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة رضي الله عنهم جميعا. ولماذا سماها رسول الله بفاطمة؟ لأنها ولدت في اليوم الذي فطم فيه الشر بين قريش على يد رسول الله.
من هي أول قبيلة نقضت عهدها مع رسول الله؟ قبيلة يهود بني قينقاع. من هم المغضوب عليهم؟ اليهود. من هم الضالين؟ النصارى. وما هي الحطمة؟ النار. ما هو اسم الملك الذي يقف خازنا على نار جهنم؟ مالك عليه السلام. وما هو اسم الملك الذي يقف خازنا على الجنة؟ رضوان عليه السلام. لماذا يقال للمسجد الأقصى أولى القبلتين؟ لأنه كان قبلة المسلمين في بداية الإسلام. ومتى تم تحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام؟ عام 2 هجرية. وكم تزن الصلاة في المسجد الأقصى؟ 500 صلاة. وماذا يقال أيضا للمسجد الأقصى؟ ثالث الحرمين الشريفين. وماذا يعني لنا المسجد الأقصى كمسلمين؟ هو من المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال. الله أكبر، أحسنت، بارك الله فيك. طيب وجه رسالتك للمشاهدين. أقول للآباء تفرغوا لأبنائكم ساعة في اليوم لنتعلم فيها الصدق من الصديق، والعدل من عمر، والحلم من عثمان، والشجاعة من علي، وتقديم مصلحة المسلمين من الحسن بن علي، ومثلهم 114,000 صحابي تربوا على يد أبي القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونتشرف أن نتربى على سيرتهم رضي الله عنهم جميعا. رضي الله عنهم جميعا، أحسنت.